السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ الفيديو ده طبعا النهارده مختلف، انا رايح اسحب اول فلوس جات لي من اليوتيوب. خليكم معايا. طلعت الفيزا عشان كنت داخل على الاي تي ام، انا بقالي كتير ما بستخدمهاش فكنت ناسي الباسورد بتاعها. حاولت لحد ما افتكرت الباسورد الحمد لله، وجات اللحظة المنتظرة. هنا المكنة بتعد الفلوس وخلاص هطلع لي الفيزا من الناحية التانية، هنستلمها ونستلم الفلوس ونروح. صوت الفلوس وهي بتتعد طرب. بص اهو خلاص المكنة هتطلع لنا الفلوس واخدنا الفلوس وتمت العملية بنجاح. لسه ساحبين الفلوس اهو. رايح دلوقتي المحل، طبعا مش عارف اكلمكم من الشارع، هروح اقول لكم ازاي انا قدرت اكسب من اليوتيوب، واقول لكم يعني الادوات اللي انا اشتغلت بيها والطريقة اللي انا استخدمتها، وازاي اليوتيوب فاتني بطريقة كبيرة جدا وفاتكم انتوا كمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلنا المحل وروقنا الدنيا وشربنا القهوة بتاعتنا كده ظهر. بص هقول لكم انا ازاي بدأت وبأقل الامكانيات وقدرت ادخل دخل من اليوتيوب. بص انا مش جاي اقول لك يعني في الفيديو ده، مش جاي اقول لك انا جامد ولا انا التنين ولا عملت اللي ما اتعملش. هو كله من اوله لاخره فضل وكرم من ربنا عليا. بس انا لما كنت شغال بدرس وكنت شغال مندوب في طلبات جنب الدراسة، فبدأ يعني حد اعرفه يعرض عليا ان انا، هو شغال مشرف في شركة طلبات، فعرض عليا الشغل. هم كانوا محتاجين حد فعرض عليا الشغل. فانا كنت لسه بادئ في محتوى السوشيال ميديا وكده، قلت له لا ده انا ليا طريق في السوشيال ميديا وكده، مش عايز حاجة تشغلني، وكنت متردد ورفضت الموضوع كذا مرة. فقال لي جرب ومش هتخسر حاجة وكده. واشتغلت اول شهر شغل الاشراف في طلبات. ان انت شركة طلبات دي شركة كويسة جدا للتوصيل، بس معظم الناس ما تعرفش عنها حاجة او عندها مثلا خلفية مش كويسة بالشركة. فانت بس بتعرف الناس وبتجيب ناس تشتغل وتتابعهم في التشغيل. يعني انت بتبقى شركة جوه شركة يعتبر، بتجيب ناس بتشغلهم، تبقى انت المسؤول عنهم، انت المسؤول عن تشغيلهم، انت المسؤول عن قبضهم، انت المسؤول عن كل حاجة. بس طبعا ده لازم، يعني مش اي حد بيعمل كده، يعني المكاتب دي بتختار ناس معينة تشغل. فقعدت اول شهر قعدت اللي هو شغال شغل تقليدي، اللي هو ابعت يعني انزل على الفيسبوك، اكلم ناس اعرفها، اخش على الجروبات لو حد محتاج شغل. فلا، انت لازم يعني عشان تبقى معاك مرتب كده محترم في الشركه لازم تجيب عدد يشتغل معاك، لان انت مالكش مرتب، انت ليك نسبه على الناس اللي بتشغلك. فبدات احاول وكده. قعدت اول شهر مش عارف اجيب اي حد خالص يشتغل، او مثلا ممكن الناس تيجي تشتغل ما تجيش معاها الشغلانه. بس فقعدت افكر يعني انا ازاي اجيب ناس يعني الفئه المستهدفه. يعني قعدت افكر اشوف انهي فئه هيظبط معاها الشغلانه دي، فاكتر حاجه هتجيب لك جمهورك اللي انت عايزه هو اليوتيوب. قلت طب انا كده كده لسه بادئ محتوى على اليوتيوب، طب انا ليه ما انزلش اشتغل في طلبات واوري الناس الشغل ازاي في طلبات، واصحح لهم بعض المفاهيم المغلوطه عندهم، ويبقى هو شاف كل حاجه قدام عينه. بس الشغل ده هيعجبه هيجي يشتغل معايا، مش هيعجبه خلاص. وابقى انا ايه استهدفت الفئة اللي انا عايزها. وتوكلت على الله، نزلت فيديو في التاني في التالت رابع فيديو ضرب معايا في القناة، جاب لي 45,000 مشاهدة، وبدأت المشاهدات تزيد عندي في القناة. منها كده ضربت عصفورين بحجر، منها انا بعمل محتوى وطريق السوشيال ميديا مكمل. التارجت اللي انا كان مطلوب مني مثلا في البدايه في ال في ال في الاشراف عشان بقى يعتمدك وتبقى معاه مشرف ثابت، لازم التارجت حققته عديته بكتير. استفدت منه بكذا حاجه، بقى ليك وضعك وليك مكانتك، وبقى معاك عدد محترم شغال على الارض بيجيب لك دخل محترم. ومع الوقت مع المشاهدات الكتير وكده بدأت القناة بتاعتي على اليوتيوب يتفعل لها الأرباح،
وبدأت بالفعل تجيب ارباح. ارباح قليلة مش اللي هي، بس يعني اهو حاجة بتساعد. بص انا هقول لك كام نصيحة لو انت عايز تبدأ تشتغل على السوشيال ميديا ويبقى ليك دخل كويس. 3 حاجات. الاستمرارية دي اول حاجة، يعني انت لازم تكون تنزل محتوى بطريقة مستمرة. تاني حاجة ان انت تقدم محتوى حقيقي، يعني محتوى صادق، يعني تكون حاجة مفيدة. يعني انا مثلا كالياس، يعني انا عمري ما تابعت اللي هم اسمهم المؤثرين على اللي هم الجماعة التافهين دول. انا لا عمري تابعت حد فيهم ولا اتفرجت الفيديو على حد فيهم ولا. فانا قبل ما اشوف الفيديو انا داخل انا هطلع منه باستفادة ايه؟ انا معظم المحتوى اللي بتفرج عليه اما سياسي اما ديني اما تعليمي، فبستفاد انا كالياس، بطلع مستفاد من الفيديو. بعرف معلومة، بعرف الاخبار كده، انما غير كده انا ما بتابعش. فانا برضو انا عايز اللي يجي يسمع الفيديو بتاعي يطلع بمعلومة. والحمد لله الناس اللي شافت الفيديوهات اللي نزل يشتغل بسبب الفيديوهات بتاعتي اكتر من 1000 واحد. معايا انا اللي كلمني انا ونزل معايا انا يعني قريبين من 50 واحد. انما اللي نزل مع ناس تاني كلم مكاتب تاني ونزل بس بسبب الفيديوهات بتاعتي اكتر من 1000 واحد. ودي يعني اكتر حاجة انا مبسوط منها، ان انا ربنا سخرني وجعلني سبب للناس دي. اتفضل. تقول لي يا عم احنا جايين نشوف نطلع فلوس من اليوتيوب، دخلتنا في طلبات ومش طلبات. ما هي دي يعني هي كلها مرتبطة ببعضيها. انا من اليوتيوب بقى ليا دخل في طلبات كويس من الناس اللي جت واشتغلت وجت معاها الشغلانة وكده، بقى ليا دخل في طلبات، وبقى ليا دخل من المشاهدات اللي بتيجي على اليوتيوب. ممكن $2 في اليوم، $1.5 على حسب. يعني ممكن فيديو يضرب يجيب لي 5-6 دولار. يعني ايه، ما دام انا فعلت بند الارباح وهو اصعب حاجه في اليوتيوب، فالباقي جاي سهل. يعني الباقي اسهل من اللي كان قبل كده. يعني الحمد لله انا ربنا ساعدني في الصعب، وان شاء الله يقف جنبي في السهل برضه. بس انا قلت لك على اهم 3 حاجات في اليوتيوب انت تركز عليهم. اول حاجه الاستمراريه، يبقى ليك محتوى معين عشان اليوتيوب يبدا يشوف جمهورك وتبدا انت تستهدف الجمهور بتاعك، واليوتيوب يساعدك في كده. يبقى محتوى صادق فعلا، يعني اللي يخش القناه عندك يطلع بمعلومه. خش بقى، سيبك بقى من الاضاءه والمايكات وبتاع. انا كنت بصور في الشارع وما ولا مونتاج ولا اي حاجه. ومع الوقت الدنيا هتتطور معاك، يعني لما ربنا يكرمك تبدا انت تطور. انما انت هتستنى لحد ما الساعه كام؟ عشان بس هقوم بس هعمل حاجه. عشان انما تستنى لما يبقى معاك فلوس عشان تبدا الحاجه الفلانيه، او تستنى الوقت المناسب او اللحظه المناسبه، هتفضل مستنيها طول عمرك ومش هتيجي. فانت ركز على هدفك وابدا دلوقتي باقل الامكانيات. بص المتاح عندك، زي ما بيقولوا عندنا الجود بالموجود. الامكانيات اللي معاك وابدا بيها، مش على اليوتيوب بس، في اي حاجه انت عايزها. في اي حاجه ابدا بالمتاح، ومع الوقت هتشتغل بالامكانيات اللي انت عايزها. بس ابدا دلوقتي بالمتاح. انا عشان مشغول بس مش عارف اصور لكم باقي الفيديو، فهنكتفي بكده. وان شاء الله نبقى نطلع معاكم لايف بالليل لو عرفنا. ونورتوني وشرفتوني، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب يكون انتوا بتستفادوا مني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.